قلبي اخترف من الضيق واتعاب السفر فوق ضاقتي، وانا يوم ودعت اليمن دمعي انذرف على فرقة اصحابي واهلي واخوتي. وصلت السعودية وذي قد وصل وصف شعور التعب ذي قد لقيته برحلتي، وبعد العنا مضمون تشرح في الترف، وبعد التعب راحة وانا وين راحتي. ولازم علي اكتب حروف الوفا نصف واشكر جميع اللي دعمي ومسافرتي. قصيدة وفاء للشخص ذي جانبي وقف، ولد خالي بن الشعثمي هو خبرتي. قصيدة شعرية مرسلة من المملكة العربية السعودية بعنوان بعد التعب راحة. كلمات الشاعر أبو عزيز صدام المعبوش، كما يتقدم بالشكر والعرفان لرجل المواقف أبو خالد محمد خالد الشعثمي. والقصيدة تعبر بما فيها، يلحنها محمد العباسي ويعزفها بالعود الفنان أحمد مروان وبالإيقاع خالد فارع. وصلت السعودية وذي قد وصل وصف شعور التعب ذي قد لقيته برحلتي. بعد العنا مضمون تشرح في الترف، وبعد التعب راحة وانا وين راحتي. ولازم علي اكتب حروف الوفا نصف واشكر جميع اللي دعم يوم سفرتي. قصيدة وفا للشخص ذي جانبي وقف، ولد خالد الشوع ثمي هو خبرتي. أبو خالد بن الخوال له شعرنا يزف على كل موقف واشكره في قصيدتي. أنا أشهد بأنك يا محمد كما الصلف جبل ما تهز الريح وأعظم من أخواتي. لقاني ورحب بي وكفه معي بكف، وكان السند والعون في يوم وصلتي. والله نعم به نعم. وأصحابي جمع كل واحد وله هدف، وما قصروا ونعم بربعي وعزواتي. ولكن ولد خالي لدار الكرم سقف، وحاز الجمائل كلها له تحياتي. كما طبعي قوم الجود في جودهم حرف، وتشهد لهم كل
ورد الجمايل فور وواجب بعيشتي وما بنقود اللقاء طلب به مع الأسف وقال ما معي والعاب ويا عز رفقاتي يكفي